ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة حلوة جدا مع بعض، بسيطة مش بتاخد اي وقت. ان لو انت مزنوقة بتنضفي مش فاضية، لسه راجعة من شغل متأخر، حاجة كده في منتهى الجمال. هنعمل صينية سمك بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك اي وقت، وكمان من غير ما تستخدمي الزيت. انا مش هحمر السمك. يلا بقى تعالوا نشوف هنعمل صينية السمك دي ازاي. انا ولو اول مرة تشوفيني اتمنى تشتركي في القناة، واتمنى الوصفات اللي بقدمها ليكي تكون بتعجبك. السمك بتاعي متنضف وسايباه يتصفى عشان ما يكونش فيه اي سوائل. وهنحضر بقى تتبيلة السمك بتاعتنا: توم، ملح، كمون، كزبرة، فلفل اسود، بهارات سمك. وبعدين بقى الحاجات الاختيارية او الاضافية، اللي هي معلقة هريسة، قرن فلفل حامي، قرن فلفل اخضر، اي بقى توابل عطرية يا بنات. بتفرق جدا 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 في تتبيل السمك، سواء شبت او كزبرة او كرفس. التلات حاجات دول في تتبيلة السمك او في تتبيل سواء مقلي او مشوي او صينية زي كده، بيفرق جدا. انا كنت لسه عندي الكرفس طازة كده، فاستخدمت شوية كرفس، حاجة كده تحفة. وحطيت كمان ليمون زي ما شايفين معايا، وحطيت شوية مية. وبعدين بقى هتضربي الخلطة بتاعتك يعني تخليها ناعمة كده وحلوة علشان نتبل بيها السمك. هتحطي الملح، تزودي الملح شوية علشان انا مش هخلي السمك كتير في التتبيلة، هي بس ايه نص ساعة. عايزة اقولك للأمانة، انا كل مرة بس بعمل فيها صينية السمك باخد السمك نص قلية في الزيت. المرة دي ما كانش عندي زيت وما قلت ايه اجرب ان انا احط السمك من غير ما اقليه على طول احطه في الصلصة. انا الصراحة ما كنتش دايما اعمل كده، دايما اقول ان انا احمر السمك علشان يكون ماسك نفسه وما يتهريش وما يبقاش معايا زي المسلوق والكلام ده. بس زي ما قلت لك، يعني انت لو ما عندكيش زيت فانت تقدري تعملي الطريقة دي، حلوة جدا ومضمونة، وانا مجرباها. جربتها الصراحة عجبتني جدا. بس ليها شوية تكات كده علشان تطلع معاكي مظبوطة. تعالوا بقى نشوف مع بعض. يلا لو وصلت معايا لحد هنا اعملي لي لايك. نشوف مع بعض بقى التفاصيل ونشوف التكات بتاعتها. زي ما انتوا شايفين انا هتبل السمك كويس، وهسيبه في حدود بس ايه نص ساعة. هنيجي بقى نعمل الصلصة بتاعتنا. بصلاية كده تكون كبيرة وتعمليها في الكبة فرم خشن، بلاش تفرميها فرم ناعم علشان ما تقلبش على ايه، تكون معاكي تسبيكة ناعمة. لا، احنا عايزين كده تسبيكة يكون فيها البصل باين، ويا سلام بقى لو قرن فلفل اخضر او معلقة هريسة زي كده. وكمان انا حشت من تتبيلة السمك معلقة كده كبيرة من الثوم. فانتي افرميها فرم خشن، وهنشوحها كده في الزيت، في شوية زيت مع ملح وفلفل ومعلقة الهريسة ومعلقة التوم لحد ما توصل للون الذهبي اللي انت شايفاه ده. وبعدين بقى هنروح نطشها بالطماطم. صينية السمك علشان تنجح معاكي، اللي هي انتي مش قالية فيها السمك او مش هتستخدمي السمك مقلي، فالصلصة لازم تكون سميكة شوية. تكون سميكة، وتكون كده ايه، حتى ما تكونش لفة او يعني ما يكونش فيها نسبة اي سوائل. تكون سميكة لان احنا هنسويها على البوتاجاز، فهي مش بتاخد اي وقت، هي ربع ساعة بس. وتكون استوت معاكي. فانا مش عايزة اطلعها زي المسلوقة ويكون كده الصلصة طرية والكلام ده. انما لو السمك متحمر معاكي الصلصة لازم تكون طرية شوية او لفة كده، علشان السمك طبعا فيه دقيق، فلما يغلي مع الصلصة هتتخن شوية وتديكي السمك المظبوط وهتكون تحفة. فانا بقى زي ما قلت لك مش هستخدم تحمير السمك، فهعمل ايه؟ هروح بقى الصلصه بتاعتي سميكه زي ما انتوا شايفين، اول ما تغلي وتتسبك كده ما فيهاش سوائل كتير، هتروحي تجيبي السمك كده زي ما هو، وتنفضي بس تنزلي منه التتبيله شويه، بس ما تنزليش كل التتبيله، وتروحي تحطيه في الصلصه على طول. الصلصه بتاعتك تظبطيها ملح، شطه، رشه كمون، زي ما شايفين حطيت هريسه، حاجه كده تحفه. وهتروحي بقى تنزلي السمك، بس حاولي تخلي الجلد من فوق عشان ما يلزقش معاكي في الصينية بتاعتك.
طريقة التسوية يا بنات: على البوتاجاز على العين العالية بتاعتنا عادي، وبعدين بقى تسيبيها تغلي على العين العالية لمدة 5 دقايق بالظبط. تغلي كده من كل الجوانب لمدة 5 دقايق وهي مكشوفة، وبعدين تروحي تغطيها بورقة فويل وتهدي النار للوسط وتسيبيها لمدة 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين انا بعد ما حطيت السمك رحت بقيت باخد الصلصة واغطي السمك بتاعي كده بالصلصة. بعد ربع ساعة يا بنات هتشوفي بقى إذا كانت استوت ولا بس هي هتكون استوت تماما. هتلاقي في الصينية بتاعتك مثلا لسه الصلصة كتيرة ولسه ما تشربتش ولا تتهزي ولا أي حاجة. انقصي الصلصة دي في طبق عندك، وسيبي شوية كده شوية صلصة يعني مع السمك، وعلي النار. علي النار لمدة 5 دقايق كمان، وسيبي الصينية بتاعتك تتشرب وتتسبك، ورش كده رشة من الشبت ومن الكزبرة. في الاخر اخر كده 5 دقايق زي ما قلتلك، ولقيت الصلصة كتيرة تروحي تنقصيها وترشي شوية الشبت وشوية الكزبرة وتسيبيها تغلي كده مدة التسوية تلت ساعة. هتكون الصينية معاكي استوت وبقت زي العسل والسمك زي الزبدة، حاجة كده تحفة. رشة الشبت في الاخر والكزبرة هيفرق معاكي جدا في الطعم، لازم لازم ما تنسهاش، هتكون معاكي زي العسل زي ما انت شايفة كده. شايفين بسم الله ما شاء الله متشربة وحلوة جدا، خفيفة جدا على المعدة. الطريقة دي يا بنات غير القلي خالص، لازم لازم تجربيها. شايفين شكل السمك؟ بوريكي شكل الصينية، بصي متشرب يعني ازاي وما فيهاش صلصة كتير. وطبعا على حسب راحتك، حابة تخلي فيها شوية صلصة وانت هتعملي رز او اي حاجة فبراحتك. انما للأمانة زي ما قلتلك وصفة سريعة ما بتاخدش اي وقت. انا ما كنتش فاضية اليوم ده وكلناها كده بعيش، حاجة كده تحفة. شايفين السمك حلو ازاي؟ بسم الله ما شاء الله دايب جدا ومستوي حاجة، وريحته وطعمه. الكرفس فرق جدا في التتبيلة، رشة الشبت اللي على الوش فرقت جدا، فلازم لازم ما تنسيهاش زي ما قلتلك. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتك وأكون قدرت أفيدك ولو بمعلومة بسيطة، واستنوني في فيديوهات جديدة. باي باي.